19. اوكي. لو حد قال لي منهم 10 هديله ال $100 حالا. وانت بتختبرنا يا لا انا مش بختبر حضراتكم. دول قادة الجيوش المصرية يعني دول قادة الأسلحة المصرية، دول من أفضل رجال مصر وأكثرهم وطنية. أنا مش عارفة إيه موجة التخوين اللي كلهم قايمين بيها للمجلس. بعد كده هنفتح الباب. أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل. هو من حقه. أنتوا يعني الكل جاي هنا عشان يهاجم لو سمحت. يعني المؤسسة القوية الصحيح ده. عفوا. من حقك تكلمني لو سمحت. المناقشات ستفتح بعد ذلك لمن يريد ان يعبر عن رايه. لو سمحت. انا جاي هنا بخون المجلس العسكري اللي بيحكمني، انا حر. برافو. انا ما خونتش الجيش، المؤسسه العسكريه، انا بخون ناس على راس السلطه بتحكمني، بتحط لي قوانين من وجهه نظر ان هي غلط. هل انا جبت سيره الاسلحه او قيادات الجيش؟ برافو. هل انا اتكلمت على نزاهه الجيش في الحرب على الحدود؟ انا بتكلم على ناس بتحكمني بتحط لي قوانين انا اكفأ منهم سياسيا لان هم مش اكفأ مني سياسيا. انا بعرف في الدستور وفي القوانين اكتر ما هم بيعرفوا. انا لما قعدت مع المجلس العسكري قلت لهم ليه حطيتوا صبحي صالح في اللجنه اللي شكلت التعديلات الدستوريه؟ قالوا لي ما كناش نعرف انه اخوان مسلمين. المجلس العسكري قال لي انا ما كناش نعرف ان صبحي صالح اخوان مسلمين. انا ما بتكلمش طبعا. على فكره انا مش فاهم يعني هو انا لازم يبقى على راسي بطحه واقول ان انا مش بتكلم على الجيش؟ مش مفهوم ان انا بتكلم على طنطاوي، على الناس اللي بتدير الحكم. انا بتكلم على حد بيحط لي حد جه لمكانه بالاعتصامات وبالاضرابات. النهارده بيحط لي قانون يقول لي اللي يعتصم يضرب نحطه في السجن. موافقه؟ لا. لا انا مش. انا لا اقصد فيك. انا بتكلم على واحد النهارده جه لمكانه عن طريق الثوار بياخدهم يحطوهم محاكمات عسكريه. يسقط المحاكمات العسكريه ويسقط كل واحد بيحط الثوار في المحاكمات العسكريه. برافو. برافو. امبارح كان عندنا زميلنا في 6 ابريل بيكتب على الحيطه في القاهره على جمعيه النور والامل يسقط فلول الحزب الوطني، اخدوه حطوه محاكمه عسكريه. دول ابقى ضدهم ولا مش ضدهم؟ ضدهم. لا اثق في اي حد من المجلس العسكري في مكانه النهارده بيدير الانتخابات في مصر. انا حر. انا لا اثق فيه مش لان طنطاوي كنت رايح اتجوز بنته وما رضيش. انا لا اثق فيه لانه بحط لي قوانين اسوأ من قوانين مبارك. صح. مش بينه وبينه مشكله شخصيه. انا مش بتكلم على طنطاوي قائد الجيش ولا قائد الجيش الثالث الميداني ولا عمل ايه في حرب سنه 73 ولا 66 ولا 67. انا بتكلم على الحد اللي النهارده ادى لنفسه صلاحيات رئيس الجمهوريه. بس انا شخصيا لا اثق في اي انتخابات في ظل وجود المجلس العسكري. مش هتكلم ابدا 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 على الانتخابات. انا هتكلم على المجلس العسكري اللي انا النهارده شايف علشان مصر تبقى بلد كويسه او مصر تبقى على طريق الثوره في كلمه واحده، لازم المجلس العسكري يكون بره اللعبه النهارده قبل بكره. برافو. شكرا. برافو. برافو. شكرا وليد. انا اعتقد انه